انا الفيديو ده كنت ناوي اقعد اصوره بطريقه تانية، وكنت ناوي احط الكاميرا واقعد اعمل له اديت ويعني مونتاج واقطع فيه، وكنت هقعد اتكلم انت محتاج تعمل ايه عشان تدخل السنه الجديده تعرف تعمل اللي انت عايز تعمله بقى في الجيم في جسمك. وبعدين قعدت افكر شويه في الموضوع، اكتشفت ان انت مش محتاج تعرف انت محتاج تعمل ايه، علشان انا اخر كام فيديو نزلتهم مثلا بقول لك تعمل ايه خطوه بخطوه. ولو مش انا، النت مليان ناس غيري كتير جدا تقول لك تاكل ازاي تتمرن ازاي وكده. فجه في دماغي انت بس محتاج غالبا تسأل نفسك سؤال، اللي هو انت تقدر كده كده كده، يعني مش هنتكلم في الحتة دي. هو السؤال اللي انت محتاج تسأله لنفسك، هتعمل ده ولا لا؟ فانت بس محتاج تبدأ، هو ده اللي انت محتاج تعمله. ان خلاص احنا بقينا تقريبا في زمن انت كل حاجة عايزها او محتاجها موجودة اسهل من الاول. يعني انت غالبا هتلاقي حواليك جيم، وهتلاقي غالبا حواليك جيم رخيص. انت مش محتاج مثلا برضو اجهزة كتير او حاجة غالية عشان تغير جسمك. الاكل برضو عندك اوبشنز دلوقتي كتير جدا في كل حتة حواليك، مثلا مطاعم بتعمل اكل احسن من اللي هو الفاست فود، مثلا حاجات مشوية مش عارف ايه كده. سوبر ماركتات، معلومات موجودة حواليك، مش لازم حتى تفتح اليوتيوب، ده انت على انستجرام او تيك توك ممكن تلاقي فيديو يطلع لك 15 20 ثانية بيديك معلومة هنا او معلومة هنا. بس فانا يعني قررت ان انا الفيديو هعمله بالطريقه اللي انا عملتها دي دلوقتي، مش هقطعه، غالبا هحطه زي ما هو كده. وانا كل جاي اقوله لك ابدا، والموضوع فعلا ابسط من كده يعني، بس ابدا وغالبا هنشوف نتيجه. وعادي، انا لما بدات مثلا في الاول ما كانش عندي، انا اكبر اخواتي، ما كانش عندي اخ كبير مثلا يقول لي يا ابني اعمل كذا مش عارف ايه. فجاه صحيت من النوم حسيت ان انا متضايق من شكلي، قرفان من نفسي، آه، بعيد كل البعد عن اي نوع من انواع الرياضه. آه، شكلي مش عاجبني، الهدوم اللي انا عايزه البسها مش عارف البسها. بخرج وسط الناس بحس ان انا على طول مركز مع نفسي في دماغي، شكلي مش عاجبني، قرفان. فيعني عادي، اللي هو قلت انا انزل الجيم، كنتش عارف انا نازل اعمل ايه، ولا كنت عمري اتخيل ان انا ممكن في يوم من الايام اوصل لمرحله ان انا دماغي تهفني ان انا ممكن اكون عايز اقف على مسرح بطوله بادي بيلدينج. عمري ما كنت اتخيل حاجه زي كده، بس عادي نزلت جربت، ده يقول لي حاجه بتاع مش عارف ايه. كان ساعتها حتى ما كانش ما اعتقدش اليوتيوب كان بدأ اللي هو الكوميونتي اللي هو بتاع الفتنس اصلا موجود في العالم بقى اساسا ساعتها. علشان انا فاكر ان انا اول مره فتحت الانترنت عشان عايز اشوف حاجه، عايز اشوف تمرينه، عايز اشوف بتاع، سحبت سلك التليفون اساسا وصلته عشان ادخل على الانترنت، دي اول حاجه عملتها. تاني حاجه كان صور، وكان تحتها جمل. فكان مثلا مكتوب ان الديد ليفت احسن تمرين الظهر، وعلشان تعملها كانت اول صوره واحد واقف في ايده البار، وتاني صوره واحد موطي كانه بيركع كده في الصلاه وفي ايده البار برضه. فانا ما كنتش فاهم التمرين معمول ازاي. ورحت الجيم، كان في حد برضه كان عيل قد كده، كنا لسه عيال في المدرسه. قلت له بقول لك ايه، مكتوب ان دي احسن تمرين الظهر. فبقيت ماسك البار وعمال بوطي واقوم، فبيقول لي هي دي احسن تمرين ظهر؟ انتهى بليله. يعني كان كده. بس عادي جربت، ومره واتنين وتلاته، خلاص وصلت لمرحله ان اللي مش فاهم او اللي مش عارفني او اللي بيشوفني من بعيد مثلا كل فتره بيحس بنوع من انواع الاستفزاز شويه، ان انا بطلع وبخس بال 25 كيلو وال 20 كيلو. والموضوع ده عملته مثلا خمس ست مرات. اه طبعا اول مره كانت اصعب واحده، يعني طلع عينيا وما كنتش عارف انا بعمل ايه، وعمال بخبط وبجوع نفسي وفاشخ نفسي وكارديو كتير جدا، وكل حاجه غلط عملتها. بس عملت يعني كل حاجه غلط عملتها، اه عملتها. بس في نفس الوقت انا برضو عملتها، خسيت ال 20 كيلو. كل مره بتبقى اسهل لدرجه خلاص الموضوع بقى مستفز، بقيت بطلع بمزاجي وبنزل بمزاجي، وببقى عارف مثلا انا اكلت ايه امبارح وكلت ايه امتى وكلت قد ايه وكلت ازاي ونمت قد ايه. انا عارف الميزان هيقرا كام النهارده، يعني انا خلاص وصلت لمرحله ان الموضوع بقى كده. وده مش عشان انا فيا حاجه مميزه او مثلا جيناتي فشيخه، يعني انا مش عامل مثلا زي الدره وانا عندي 16 سنه واقف في اوضه النوم شكلي هرقل وانا ما لمستش سترويد في حياتي.
بالعكس انا شايف من وجهة نظري الشخصيه ان انا افريج، طولي افريج، الحرق عندي افريج، ببني عضلات افريج، يعني افريج جدا. بس بدات وما وقفتش، يعني دي الفكره بس. فيعني ده اللي انا هقوله لك، ومش عايز اطول يعني الموضوع اكتر من كده. اخر حاجه هقولها بس، هسيب تحت في الديسكريبشن الانستجرام بتاعي. مش هقول لك ادخل اعمل لي فولو، انا حتى مش عايزك تعمل لي فولو. انا بس هقول لك ان في شباب كتير بتبعت لي في الدي امز وبيبقوا مش عاملين لي فولو، بيقول لي مثلا صورتي كذا، وزني كذا، مش عارف ايه، دايت بتاع يعني. بقول في شاب مثلا لطيف فشخ بيجي كل مثلا كام شهر يقول لي انا وصلت بلاتو، انا مثلا اعمل دايت بريك، طب الاوزان، طب مش عارف ايه. وبسم الله ما شاء الله، انا مش متذكر هو خس لحد دلوقتي قد ايه، بس هو ماشي في سكة مثلا ال 25 30 كيلو، حاجة في الرينج ده يعني، اتحول. واعتقد اخر مرة بعت لي ان هو كان خلاص خلص دايت وعايز بقى يبدأ يبلك، ف يعني يبدأ بقى يبني عضلات بقى ويغير شكله كده. بس فانت حتى يعني لو عايزني اقول لك حاجة سبيسيفيك او حاجة معمولة ليك انت، ادخل بس ابعت لي على الدي امز وانا غالبا هرد عليك يعني. بس الموضوع بهذه البساطة، ده اللي انا عايز اقوله يعني. بس انا هقفل الفيديو على كده، انا داخل عندي تمرينه دلوقتي، وده غالبا هيبقى الفيديو الاخير اللي هنزله السنه دي. بس اشوفكم السنه الجايه بقى.